السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبائي متابعي قناة مامونونة ترند. تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي أنباء عن تأزم الحالة الصحية لحارس المنتخب والأهلي الطرابلسي محمد نشنوش، ولكن أصدر المنتخب بيان على حسب ما ورد على لسان المرافق الإداري أن اللاعب محمد نشنوش أنه يعاني من التهاب في البنكرياس، وكل الفحوصات من رنين ومنظار معدة وصور جهاز الموجات الفوق الصوتية طبيعية. مشكلة التهاب البنكرياس هو ألام شديد والذي يستمر لمدة أيام، ويكون في العادة التعافي تدريجيا. وبما أن اللاعب في غرفة إقامة بالقسم ولم يتم إيواءه بغرفة عناية مشددة، فهذا يدل على بساطة الحالة، ونتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله.